في المكان السليم، ودائما الهلالي من هذا المكان يكون خطير، ولدينا حالة سقوط، وحكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء. ضربة جزاء للهلال السعودي. مهنا السالم العنزي في اللقطة الماضية يشترك مع مهاجم الهلال، وبالتالي محمد عبد الكريم لا يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. شوف اللقطة ولاحظ المحاولة، ولاحظ بعد ذلك قرار حكم المباراة في اللعبة الماضية. شوف الانطلاقة اللي كانت من نواف العابد. بعد ذلك مهنا السالم العنزي يقول ما عملت شيء في اللعبة الماضية، لكن حكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء. ناصر الشمراني مرة أخرى. ناصر والهلالي حتى الآن منتصر. عندنا الآن باستوس وسط تصفيق كبير سيكون حاضرا بدلا من اللاعب سلطان ناصر. باستوس في هذه اللحظات يشارك للمرة الأولى. الجمهور العيناوي ينتظره ويراقبه ويتابعه، لكن عندنا ضربة جزاء. ناصر الشمراني هل يسجل ثاني أهدافه في مباراة اليوم والهدف الثالث للهلال؟ هل يستطيع ذلك أم أن خالد عيسى، خالد وناصر، ناصر الله، الهلالي بالثلاثة، فريق الإنجازات، فريق الألقاب، فريق النجوم، فريق الذهب على مر الأزمان وفي كل الأوقات. الهلالي يعرف طريق البطولات، يعرف طريق البطولات، وهدف ثالث عن طريق ناصر الشمراني الذي ينجح في هز شباك خالد عيسى من ضربة جزاء أرسلت بهذه القوة وبهذه الصورة. وعلى ذلك يبتسم الشمراني ويبتسم الهلالي ويبتسم الموج الأزرق، يبتسم الموج الأزرق بالثلاثة في شوط المباراة الأول، ويا لها من فرحة هلالية كبيرة.